عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي يا حلوين يلي في بيوتكم منورين. صلوا على النبي يا حبايبي قبل ما نبدأ اليوم الجميل بتاعنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا يا حبايب قلبي شايفين بقى الطرحة عمالة الهوا بسم الله ما شاء الله. جميل جدا. احنا هنا في الاسكندرية. بس عايزين قبل ما نبدأ اي جولة مع بعضنا كده عايزين نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وندعي لاخواتنا وحبايبنا في غزة وفلسطين والسودان والأردن والعراق واليمن ولبنان، ويعم الخير والسلام في بلد الحبيب مصر وبلادكم أينما كنتم. وإن شاء الله يا رب الجولة الجميلة تعجبكم في مدينة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط إن شاء الله. تعالوا معنا نشوف هنبتدي الحلقة واليوم الجميل. شفتوا الهوا؟ شفتوا الهوا؟ جو بقى رائع. سيبوكوا بقى من القاهرة وزحمة القاهرة صراحة، يعني الواحد بيستمتع هنا إن شاء الله. لا تعجبكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبنا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا يا حبايب قلبي احنا دلوقتي متواجدين في شط من شواطئ مصر الجميلة في مدينة ايه؟ الاسكندرية. اللهم بارك. زي ما انتم شايفين كده بنصور لكم الاجواء بتاع المصيف والمنظر الرائع الجميل. شايفين جمال الجو والسماء الصافية. منظر روعة روعة. طبعا كل المصيفين اغلبهم طبعا مبقوش بقى من محافظة الاسكندرية، بيبقوا جايين من جميع محافظات جمهورية مصر العربية. والصراحة الجو ممتع جدا وحبيت اوريكم الاجواء ده بقى. طبعا احنا دلوقتي الصبح بدري حوالي الساعة 7 صباحا. ومراكب، وده علم مصر بلد حبيب مصر. واللي هناك بعيد ده دي مراكب اللي هي الصيد اللي بتصطاد بقى الأسماك بجميع أنواعها. وطبعا الأسماك اللي بتطلع من البحر هنا بتبقى من أجود أنواع الأسماك. طبعا مش زي بقى الأسماك المزارع، لا دي أسماك والجمبري جميع أنواع الأسماك وكده. فأتمنى إن شاء الله تبقى جولة جميلة. هم بسم الله ما شاء الله المصيفين جايين هم بسم الله ما شاء الله بيدخلوا الشاطئ كده. بص يا حبايب قلبي الاجواء بقى الجميله بتاعتنا هنا في اسكندريه. اللهم بارك. المركب اهو والاطفال والاسر. طبعا الخيام الشماسي دي تحتها بقى اللي هو الاسر بيقعدوا هنا بيجيبوا اكلاتهم سواء ديليفري سواء جايبينها من البيت معاهم سندوتشات اي اكلات بقى. كل اسره على حسب ما بتحب. وما شاء الله بيبقوا الاطفال زي ما انتم شفتوا حضراتكم هنا بسم الله ما شاء الله اهو. الكاميرا بقى ما شاء الله ايه يعني هي تحكم بقى بسم الله ما شاء الله اهو. الميه دي طبعا جميله جدا. ويعني انا عن نفسي انا ما كنتش ناوي انزل الصراحه، بس امبارح نزلت جبت كرسي زي الناس اللي قاعده هناك في الوسط كده. يعني انا اللي شايفين اللي هو الحاجز اللي بعيد ده انا وصلت له امبارح باللي كانوا معايا وكده. اللهم بارك. حسيت بقى ان يعني متعه مش حكايه بقى ان ميه وخلاص، لا بقيت يعني عماله كده. كنا تقريبا المغرب وبعد المغرب ما بحبش انزل الميه طبعا في الحر ده وفي الشمس وكده. اللهم بارك. بقيت عماله بقى استغفر اسبح
يعني شوفوا سبحانك يا رب، سبحان الخالق. وتأمل في جمال الطبيعة، وشفت البحر عامل يعني عامل ازاي. وطبعا عماله يعني انا جازفت مش جازفت، ما كنتش ناويه انزل نهائي الميه، بس قلت عشان رجليا. والميه طبعا دي حلوه لانها ميه البحر حاجه طبيعيه من عند ربنا سبحانه وتعالى، مش زي بقى البسين. يعني انا بقيت عماله اكلم نفسي امبارح اقول ايه، دي طبعا احسن من ميه البسين. طب ما عندنا في نادي الشمس يعني عمري ما نزلت نهائي البسين وكده. انا نازله هنا مش مش حكايه كترفيه، لا، نازله بنيه ان ربنا يجعل الشفاء رجليا وركب. انتوا عارفين الميه دي مالحه طبعا، وتمتص بقى اللي هو ايه، الالم اللي هو في الجسم وكده وفي العظام بالذات. فان شاء الله يعني كنت بدعو ربنا ان شاء الله ربنا يشفينا ان شاء الله ويعافينا. واللي شجعني كمان يا حبايب قلبي ان انا انزل، لقيت يعني زي ما انتم شايفين اهو، مش عارفه الكاميرا هتجيب ولا لا اهو. لقيت بعض السيدات شايفين ما شاء الله الكبار في السن. يعني شفت امبارح ناس كبار اللهم بارك اكبر مني عمرا، حوالي اكتر من 70 سنه. ولادهم جايبين لهم الكراسي، واهو زي ما انتم شايفين كده. بتبقى الست قاعده على الكرسي باحترامها، هي مش بنسبح بقى زي الشباب، بتبقى ايه قاعده كده بتستمتع من رجلها في الميه وفي الرمله الجميله، جمال الطبيعه. ربنا يا رب يعم الخير والسلام في بلد الحبيب مصر وبلادكم. صراحه كانت رحله ممتعه جدا جدا، انا عن نفسي استمتعت بيها. يعني انا بقول لكم انا ما بقالي كتير، حوالي اكتر فوق ال 20 سنه ما جيتش هنا الاسكندريه، بس الصراحه لقيت تغيير جامد ولقيت جو جميل. يعني انا بصور لكم رغم حراره، يعني الشمس متواجده بس مفيش حراره، حاسه ان الجو طراوه فعلا. البحر وانت واقفه كده على الشط تحسي سبحان الله حاجه تانية. سامعين؟ سامع حد بيطبل بقى من حاجه كده، الاسر بتتلم مع بعضها والكتاكيت بقى الصغيرين الجمال ده، اللهم بارك، ربنا يبارك لاهاليهم فيهم يا رب. واي حد جه هنا يستمتع في المصيف يرجع يا رب لبلده سالم غانم يا رب. زدنا ولا تنقصنا ما ينقص مننا احد، اللهم امين. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. الجولة تعجبكم. شايفين اللي بعيد بقى القوي ده هو الشط كده، بصوا بسم الله ما شاء الله. ممكن اقرب لكم الكاميرا اهو. دي بردك الروس اللي مش باينه حاجه سمرة، دي بردك زي ما احنا هنا هم هناك اهو. بصوا الاجواء، شوفوا ما شاء الله. شط اسكندريه كله مزدحم دلوقتي، وفي ناس كتير بتحب الاجواء دي، وفي ناس مش مصريين من خارج البلاد عرب بيفضلوا يقول لك ايه، بدل ما نروح بلاد في اوروبا وكده بيعشقوا جو مصر. طبعا اللي جه مصر انا دعوه ليكم بقى، طبعا اللي جه اسكندريه قبل كده لو جه مره عمرها ما هتفكر تروح اي حته تاني، لان فعلا جو رائع رائع، هواء نقي، اجواء جميله. وطبعا دلوقتي عشان احنا الصبح تبصوا هنا الرصيف ده بيبقى مزدحم بالمصيفين، بس دلوقتي عشان احنا الصبح ومسافرين ان شاء الله تبص تلاقي الدنيا رايقه. بس ما كنتش اعتقد ان في ما شاء الله في الشط كميات يعني حلوه لا باس بها. طبعا امبارح بالليل كان زحمه جدا. طبعا وانتوا بتتفرجوا كده هواة بقى المصايف وهواة بقى النزول في البحر، يقول لك ايه يا ريت انزل معاهم. والله فعلا هو اللحظه الوحيده اللي انا ما بحبهاش لحظه بقى ان انت تطلع من الميه. يمكن دي من الاسباب ومن العوامل اللي بتخليني ما ببقاش عايزه انزل الميه. مجرد بقى ما بتطلع من الميه تبص تلاقي رمل، رجلك كلها رمل، ميه بقى مالحه، لازم بقى تاخد شاور. فاللحظه دي الصراحه الواحد بيبقى حامل همه.
لكن الحمد لله استمتعنا، وكانت يعني قضينا اوقات جميله والحمد لله. احنا وقرايبنا اخواتي وجيراننا وكده واصدقائنا اللي كنا متفقين ان احنا نيجي مع بعض وكده. ولاد الشباب الصراحه ما كنتش عايزه اجي، وهم اللي شجعوني، ولادي يا ماما تعالي معانا فرصه. الحمد لله الحمد لله استمتعت والله. كويس ان انا جيت، وباذن الله هكررها تاني وتالت ان احيانا ربنا باذن الله. صديقتي واحنا في اسكندريه اشترت لي الحاجه دي بقى اخواتنا وحبايبنا اللي هم مش في مصر، خارج مصر، ما يعرفوش دي تعتبر حاجه زي المزاد كده، بس رجعتني لذكريات جميله جدا. طبعا انا بكلمكم دلوقتي واحنا ما زلنا في اسكندريه. دي اسمها ايه؟ دي اسمها ام الخلود. رجعتني لايام الطفوله، ايام ما كنت في المدرسه وانا صغيره، كانت دايما تتباع قدام المدرسه. دي بتتاكل ازاي يا ماما امان؟ هوريكم. بتتفتح زي ما انتم شايفين معايا واحده اهو، بسم الله ما شاء الله. دي واحده اهي معايا، وبنفتحها بنفتحها بالطريقه دي اهي. هي كانت مقفوله اهو، دي بتبقى في البحر. بنفتحها بقى كده بايدينا. الحاجه بقى اللي هي الصغيره دي بتبقى مالحه، بتبقى عامله زي الفسيخ كده، زي الملوحه، حاجه حادقه كده. طبعا دي بقى بترجعنا ايه، في ناس بتحبها وفي ناس ما بتحبهاش، لكن احنا عشان يعني انا متهيألي ولادي يقرفوا ياكلوها او ما يحبوش ياكلوها، لكن احنا في الجيل بتاعنا احنا كنا دايما نحب ناكلها. طعمها جميل قوي، انا بحبها قوي. دي بقى بنرميها، دي خلاص كده هتترمي بقى، دي خلاص بتترمي كده. دي اسمها ايه؟ اسمها ام الخلود. في انواع بقى حاجات كتير، لكن هي دي يعني ايه من الانواع اللي ايه مجرد ما اكلتها افتكرت ذكريات الطفوله. هنا فما اعرفش اي حاجه، فاصلي هنا بقى ولا الرجاله على الكرسي وكده. والله حس اجواء جميله زي ما كنا ايام ما كنا بنصلي في الحرم، كنا بنصلي في الصح وكده. لا اله الا الله.